كلنا بنسمع عن سرقات بنوك، بس اللي حصل في غلسني كريش في ألمانيا مش مجرد سرقة، دي إهانة لأقوى نظام أمني في أوروبا. تخيل لصوص دخلوا من جدار خرساني سمك نص متر، قعدوا 48 ساعة، فتحوا 3200 صندوق أمانات والشرطة نايمة في العسل. 30 مليون يورو الرقم المعلن عنه، بس الحقيقة أكبر بكتير. النهاردة هقولك التفاصيل اللي البنك ما كانش عايزك تعرفها، وإزاي غلطة تافهة كشفت المستور. اللصوص دول مش مجرمين، دول مهندسين استخدموا حاجة اسمها كورد درين، ده حفروا برؤوس ألماسية ما بتطلعش صوت ولا اهتزازات عشان ما تضربش أجهزة الاستشعار. اللصوص دخلوا من جراج تحت الأرض تابع للمبنى، وده مكان نقطة عمياء للكاميرات. قعدوا يحفروا في الصبة الخرسانية المسلحة بالحديد الساعات، ودخلوا غرفة الخزائن من الضغط، يعني دوروا على أضعف نقطة في الحصن ودخلوا منها. تعرف ايه اللي يجنن؟ إنهم اختاروا عطلة الكريسماس، بنك فاضي والشوارع هادية والكل بيحتفل. اللصوص ما كانوش مستعجلين، فتحوا 3200 صندوق بالترتيب، وده معناه ان كان معاهم ادوات هيدروليكيه صامته. المفاجاه ان ما خدوش فلوس بس، ده خدوا اسرار. في تقارير بتقول ان الصناديق دي كان فيها عقود والماس غير مسكر، يعني ال 30 مليون دول مجرد فكه بالنسبه للقيمه الحقيقيه اللي اتسرق. طيب فين سيستم الانذار؟ الصدمه ان البنك كان معتمد على حساسات حركه، واللصوص كانوا بيستخدموا تقنيات تشويش او بخاخات معينه تخفي حراره اجسامهم. والادهى من كده ان الشرطه لما وصلت بعد يومين من السرقه لقت اللصوص رشوا بودرة طفاية الحريق في كل مكان عشان يخفوا اي اثار بصمات او الدي ان ايه. عربيه الهروب كانت اودي ار اس 6، اسرع عربيه صالون في العالم، متعدله عشان تختفي من الرادارات. بس السؤال هنا اللي بيفرض نفسه، العصابه دي عملوا ده كله من غير مساعده داخليه من جوه البنك؟ ازاي عرفوا الخزائن؟ وازاي عرفوا ان في الوقت ده الامن مش هيعدي؟ الصحافه كانت بتلمح ان كان في خاين من جوه البنك هو اللي سلمهم الخريطه. دلوقتي الكره في ملعبكم، لو معاك فلوس هتآمن ان انت تحطهم في بنك بعد اللي سمعته ده، ولا فعلا النظام البنكي العالمي بقى مخروم والهاكر والمجرمين بقوا سابقيننا بخطوه؟ اكتبوا لنا في التعليقات، هل هيتم القبض عليهم ولا الفلوس راحت في غسيل الاموال؟ سلام.